سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه تاع النهار اليوم كيش بالسلق والدجاج، وصفه اقتصاديه لاباط مختلفه على تاع العاده، بدون مارغرين، بمكونات يعني متوفره في كل بيت. بلا ما نطول عليكم ندوزو مع بعض المقادير وطريقه التحضير. طريقه بزاف سهله. بالنسبه للمقادير راح نحتاجو 3 كيسان فرينه. انا درت بالكاس صغير، نتوما باش تكبروا الكميه ديروا بالكاس الكبير. احنا عندي 3 كاع تاع الكاس تاع الزيت، عندي كاس حليب، نحتاجو بيضه، راح نحتاج ملعقه صغيره خميره خبز، ملعقه صغيره ملح، وملعقه صغيره سكر. فوالا هادو هما المكونات تاع العجينه. نبداو اول حاجه دون ان ريسيبيون نحطو لا فارين تاعنا، كنت غربلتها من قبل. فوالا هذا الثاني، ونضيف الثالث. انا اول حاجه نبدا بها ليطاب الاولانيه سيكون نحطو لا فارين، ماشي نحطو السوائل، نو نبداو بالنواشف. نضيفو هذيك لا ليفيور مع هذاك السكر، ونزيدو الملح. انا راح نخلي لكم المكونات في صندوق الوصف. ونحرك النواشف ناشفين ناشفه كاين مع بعض، ندخلهم كامل مع بعض. من بعد نبسها بهذاك شويه تاع الزيت. ما راحش تحتاجوا بزاف زيت، سون مارغرين تجيكم لاباط بزاف بنينه. جربوها، ما راح تصدقوني، ما راحش تندموا عليها وراح تعتمدوها. سورتو مع راهو قرب الشهر الفاضي ان شاء الله راح تحتاجوها بزاف في رمضان. دونك نقول لكم وننكوراجيكم باش تجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم. هنا كنت بسست هذيك، دخلت هذاك الزيت كامل في هذاك لافارين كيما راكم تشوفوا. من بعد نزيد هذيك الحبيبه تاع البيض. هنا درت حبيبه بيض صغيره ودرت الكاس صغير. الا عندكم العيال ولا حبيتو ديروا اكثر كميه اكبر ديروا الكاس العادي. انا درت كاس تاع 150 مليلتر، ديروا كاس تاع 220 مليلتر، كاس عادي، وكبروا في الحبه تاع البيض. هذا ما كان. انا كنت حركت هذيك البيض، خلطته مليح ودرتو لهذيك الفرينه. من بعد نضيف الحليب. عند الحليب ما خلطوش البيض ديريكتومون مع لا بس من بعد جهه تجي فيها البيض جهه لاله. هذاك البيض دائما خلطوه مع ان ليكيد باش يمشي لنا في كامل لاباط. دونك درت الحليب اون باراليل، ونبدا نضم فيها بصوابعتي كيما راكم تشوفوا. الحليب ما درتوش كامل، ما ترموش دفعه واحده، على حسب نوعيه تاع لافارين تاعكم وعلى حسب كيما قلت لكم الحجم تاع البيض تاعكم. دوكو الحليب راح تاخذ لكم حوالي كاس، بصح تقدروا ميم با تقدروا اكثر. انا هنا خدات لي ميم با، راني نضم فيها كيما راكم تشوفوا بلا ما نعجنها، طمو برك. كوميم انا هاد الكميه دارت لي كيش كبيره، يعني تقدروا ديروهم صغار في ليمون صغار، ولا تقدروا ديروا زوج موين ولا وحده كبيره كيما اللي راح نوري لكم من بعد الحجم تاعها، الحجم تاع المول اللي استعملته. يعني كميه بثلث كيسان تاع 150 ملل درت كميه لاباس بها من لاباط. ما تحقروهاش باسكو من بعد راح تشوفوا بلي تعطيكم كميه ما شاء الله. فوالا هنايا بعد ما طميتها كامل نطمت لي، شوفوا الحليب. دونك استعملت حوالي 2 تيغ برك من هذاك الحليب، ما استعملتوش كامل. روحوا بالعقل الحليب. هنا بعد ما نطمت لي نغلفها بابي فيلم ونحطها في الفريجيدير، نخليها تريح نص ساعه. سي امبورطون خلوها تريح هذيك نص ساعه في الفريجيدير. دوزو مع بعض لافارس. بالنسبه للحشوه عندي سلق بيان سور، كنت نقيته وغليته. عندي شويه زيتون شرائح، عندي طريفات تاع الدجاج، عندي جبن مبشور، جبن ابيض. تستعملوا بورسيون ولا تستعملوا هذا تارتيني كيف اللي عندكم. توابل راح نحتاج شويه موطارد للدجاج، وراح نحتاج شويه فلفل كحل، الملح، وشويه توابل دجاج، وبيان سور شويه زيت باش نقلي هذاك الدجاج. اول حاجه نجيب الدجاج هذاك تاعي، كنت قطعته هكا طريفات كيما كنت تشوفوا صغار، نحطه في المقله، نضيف عليه الزيت. من بعد نضيفو لي زيبيس وهذيك لاموطارد، غرفه صغيره تاع لاموطارد. ما عندوش توابل الدجاج يدير شويه كركم، ولا ما يستغنى عليهم كامل، شويه فلفل كحل وشويه ملح يكفي. فوالا نحرك هكا بارد في بارد. من بعد نقلي هذاك الدجاج، نديرو فوق النار ونبقى نقلي.
نضيف الملح. الملح ما تكتروش باسكو كاين الفرماج الداخل وكاين الزيتون مالح، دونك ما تكتروش، نقصوا الماكسيموم الملح. ديروا غير شويه. انا هذاك السلق درتو صامت، ما درتلوش الملح، دونك ابيها درت شويه في الدجاج باش ندير السلق بلا ملح باش تجي اكيليبري لاكيش تاعنا. نقلي هذوك الطريفات تاع الدجاج بيا كيما راكم تشوفوا. كي يبدا يدخل له طياب لهذاك الدجاج نضيف بقيه المكونات باسكو السلق راهو طايب والزيتون ما يسحقش يطيب. دونك نبدا بالدجاج نطيبو من قبل بيا، نقليه مليح، من بعد نزيد الاخرين غير باش يتخلطوا لي غو جوغ يكونوا كيف كيف، دونك يتخلطوا لي غو، ما نديروش كل حاجه وحدها. فوالا هنايا بعد ما تقلا وتلقلي هذاك الماء تاعو نضيف هذاك السلق ونزيدو الزيتون، بعد نكمل نقليهم كامل حتى يزيد يتبل لي هذاك السلق مليح، ونطفيو عليه. كي نطفي عليه ولا قبل ما نطفي عليه بلوتو نزيد شويه هذاك الجبن. كما انا استعملت تارتيني تقدروا تستعملوا جبن ابيض نورمال، ديروا الجبن باش نتحصلوا على قوام كريمي. انا درت نص لا كونتيتي تاع هذاك الفرomاج، ما درتوش كامل وخليت النص باش ندهن به لاباط تاعنا، راح تشوفوا من بعد. انا هاي العجينه تاعي بعد ما ريحت نص ساعه نجبدها في الفريجيدار، كنت درت لها بابي فيلم نحيولها، نجبدها في الفريجيدار ونحلها عادي، نحل دائره عادي. السمك ما نخشنوهاش بزاف باسكو فيها لا ليفور، دونك ما تخشنوهاش بزاف. هذيك لا ليفور باش تعطي لها طراوه، ما راحش تخليها تنفخ بزاف، بصح راح تعطي لها هذيك الطراوه ولو كروستي هذاك تجي تقرمش شويه، تجي رايحه تشبه لاباط فيتي. فوالا نحلوها رقيقه كما قلت لكم. فوالا كما كتشوفوا. بعد نجيب المول تاعي نحلها على قيس المول تاعكم، نجيب المول تاعي نديرها في المول اللي يدخل الفرن تاع لاكيش سبيسيال. فوالا نجيبو لو مول تاعنا ونستوي هذيك لاباط كامل في المول تاعنا، نحاول سورتو لي بورجور نحاول نعبس مليح لي بورجور باش ما يطيروناش كيما راكم تشوفوا. فوالا من بعد نواسيها كامل بالفرشيطه، لو فون نواسيه كامل بالفرشيطه، ونجيب هذاك الفرomاج اللي بقى لي، قلت لكم استعملوا فرomاج تارتيني ولا فرomاج بلون، ونمسح كامل لو فون تاع لاكيش تاعي بهذاك لو فرomاج باش تجي ما تجيش ناشفه. بور لا فارس تقدروا ديروا فرomاج وتزيدوا شويه كريم فريش الا كانت عندكم، انا درت غير هاد لو فرomاج وجات مشمخه من داخل ما جاتش ناشفه يعني. مي الا كان عندكم لا كريم فريش راح تمد لها بلوس دو غو لا فارس لاكيش تاعنا اون جينيرال. فوالا دهنت كامل هذاك لو فون دو كيش بهذاك لو فرomاج. انا اونتر طون كنت شعلت لو فور تاعي باش يسخن. نجيبو لا فارس هذيك تاعنا نديروها في هذيك العكيش ونحاول نوزعها بالتساوي على كامل لي كوتي، ماشي جهه نكتر فيها وجهه نديرو غير شويه، نحاولوا نستويوها كامل. من بعد نضيف الجبن المبشور، استعملوا نوعيه مليحه باش يذوب لكم، وندخلوها للفرن طيب النار تاخذ تحميره بيان. كنت هنايا لي بورجور برك كنت هبطهم هكا بصواباتيه ونخرجوها وهي سخونه ونقدموها افيك اون سوب ولا نابورت حاجه. نتمنى الوصفه تاعنا اليوم كانت عجبتكم، ولا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم، واللي ماشي مشتركين نقول لكم اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات باش يلحقكم كل جديد ان شاء الله. في امان الله.